ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي بيروز فود. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات سلسله فيديوهاتنا لتفريزات رمضان. لما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نبدا وصفه. دلوقتي هي الستريبس، والستريبس هعمله بطريقه حلوه وهسهلها عليكم خالص عشان تطلعوه من الفريزر. هتبقى بالظبط زي الجاهزه بالظبط. وان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله. ده حوالي كيلو من الستريبس ده انا زي ما انتم شايفين كده. احنا عارفين الستريبس بتبقى الحته الفيليه اللي جوه صدر الفرخه بالشكل ده. وكمان انا جبت فراخ سليمه، صدور سليمه، وانا كمان قطعتها، يعني كل اللي ينفع يتقطع معايا بالشكل ده، سميك وصوابع حلوه كده ومنسقه. عندي كيلو من الفراخ الستريبس، عندي هنا ربع كوبايه من الميه، ملح، بابريكا، فلفل، بهارات فراخ، فلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر. كل ده هنزل بيه هنا على الميه، ودي على فكره الطريقه الاصليه بتاعه الستريبس. هقلب ده كويس قوي كده، وهبدا اتبل بيه الفراخ بتاعتي. هنزل بقى على الفراخ بتاعتي بالتتبيله دي اهي، وهقلب الفراخ كويس قوي. هتبلها بالليل وهسيبها لغايه الصبح، لغايه ما اكمل شغل فيها قبل ما احطها في الفريزر. ودي الستريبس بتاعتنا بعد ما اتبلت اهي، قعدت ليله كامله في التلاجة. دول كوبايتين من الدقيق، هنحط عليهم حوالي معلقتين من النشا وكيسين من مرقة فورية، وعندي هنا حوالي كوبايتين من المية الساقعة، دي مية من التلاجة. أول حاجة بعملها هحط النشا هنا، دول حوالي معلقتين زي ما احنا اتفقنا، وكمان هحط كيسين المرقة الفورية، بس مش هحط أكتر من كده. أنا متبلة الفراخ كويس، والمرقة الفورية هنا هتتبل لي الدقيق ده كويس، فانا مش محتاجه احط اكتر من كده، لان انا مش عايزه الدقيق بتاعي يغمق، فبالتالي تغمق قطع الستريبس معايا. دلوقتي انا هعمل فيه ايه، هعمله زي بالظبط اللي بنجيبه من الاكياس الجاهزه. حطيت هنا في طاسه غويطه، حطيت فيها زيت تعميق. اول ما بدا يسخن معايا بالشكل ده، هبدا انزل بوحدات الستريبس بتاعتي. زي ما قلت لكم انا بس هديها صدمه، مش عايزه اديها لون ولا حاجه، ولا تحميره جامده، ولا سوا كامل، ولا اي حاجه. جاهزه هنا معايا المصفى بتاعتي دي، طلع عليها الفراخ، اي حاجه عايزه هتبقى كريسبي وحلوه، بطلعها هنا في المصفى دي كده. خلاص اول ما توصل للمرحله دي هطلعها على طول. دي خدت مني سنه لون، مش مفروض تبقى كده، المفروض تبقى افتح من كده. اهو ده لون كويس اوي. هحط غيره. الطريقه دي حلوه قوي،
وسهله جدا جدا. اي حد عايز اي ساندوتش او تعمليها جنب مكرونه جنب اي حاجه بمنتهى السهوله. هتخرجيها مجمده وتحمريها دقيقتين 3 هتلاقيها فكت وبقت جميله جدا، وكمان اتحمرت وكملت سواها بمنتهى السهوله. زي ما قلت لكم انا مش عايزه احط بهارات كتير على الدقيق، لان انا عايزه اللون ده زي ما احنا شايفين كده، لون فاتح وجميل اهو. هو ده اللون بالظبط اللي انا عاوزاه، وده اللون اللي بيطلع من الكيس الجاهز بالظبط. ولما تطلع بقى واكمل سواها هتديني بالظبط اللون اللي احنا عاوزينه. هو ده اللون اللي انا عاوزاه بالظبط اهو. المره الاولانيه كمان يعني ايه اصفرت مني شويه، لكن هو ده اللون المظبوط اللي انا عاوزاه اهو. هكمل بقى بقيه الكميه كلها بالطريقه دي وهرجع لكم تاني. ده الستريبس انا حمرت لكم 2 بس عشان تشوفوهم. كريسبي جدا جدا من بره، وهوريكم دلوقتي القرمشه من جوه، وهوريكم دلوقتي من جوه عامله ازاي اهي. من جوه في منتهى الجمال وطريه وجميله جدا جدا، ومن بره كمان كريسبي وفي منتهى الجمال اهي. الستريبس بتاعنا بنفس المنظر ده احنا بنجيبه من بره، وبنجيبه بالاكياس وبنخرجه من الفريزر نحمره كده. الستريبس بتاعي خلاص برد، وجهزنا عندنا العلبه احنا عملنا فيها كل حاجه. ابدا بقى ارص فيها كده بالطريقه دي. احط برضو اكياس، حطيهم بقى في علبه، حطيهم في علبتين زي ما انت عاوزه، ولما تخرجي طلعي العدد اللي انت عاوزاه. الطريقه دي برضو بتوفر عليكي مكان في الفريزر. دول شويه فراخ فضلوا معايا وانا بوضب صدور الفراخ. اللي اتفضل مني عملت كده شويه من شرايح كده زي الشاورما كده بالظبط. هتبلها دلوقتي وقاعده شويه في التتبيله، وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه علشان نجهزها تبقى حشوه عندنا حلوه قوي. ممكن تنفع لجلاش، ممكن تنفع لكريب، ممكن تنفع لنجريسكو، اي حاجه. عندي بهارات هنا عباره عن فلفل اسود، يعني حوالي نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه من البابريكا، ملح، نص معلقه من بهارات الفراخ، رشه بسيطه جدا من جنزبيل، ونص معلقه من البصل باودر والثوم باودر. كل ده هقلبه على بعضه كده وانزل بيه على الفراخ. هقلبها واسيبها تتبل شويه. دلوقتي هنشوح الفراخ اللي احنا تبلناها علشان الحشوات. عندي وok على النار، احط فيه شويه زيت وهنزل عليه بالبصل المتقطع. الحشوه دي ممكن تنفعنا في حاجات كتير قوي، ممكن نعمل بيها نجريسكو، ممكن نعمل نحشي بيها الكريب، ممكن كمان نحشي بيها الجلاش. اي حاجه ممكن نستخدم فيها الفراخ بنلاقيها سهله جدا قدامنا، وهنطلع على طول يا دوبك هنسيبها تفك ونحشي بيها اي حاجه. كل اللي هعمله انا هشوح البصل تشويحه خفيفه، وهنزل عليه بالفراخ اللي اصلا ان احنا اوريدي متبلينها، ومش هحط عليها اي اضافات. لما تخرج بقى وحابه احط عليها اي اضافات، حاطه فلفل الوان مثلا، احط زيتون، جبنه، اي حاجه بعد ما تخرج. انا بس عايزاها بيزك كده، وبعد ما تخرج اضيف لها اي حاجه انا عاوزاها. كده البصله خدت تشويحه خفيفه زي ما احنا شايفين. هنزل دلوقتي عليها بالفراخ. بسم الله. احنا سيبنا الفراخ اتبلت كويس قوي، ريحتها جميله جدا جدا. كل الحكايه بقى ان انا هشوحها واسويها زي ما احنا اتفقنا. وطبعا احنا ممكن نعمل كميه الفراخ اللي احنا عاوزينها براحتنا خالص. ممكن كمان الفراخ دي افرمها في الكبه واعصجها زي ما بعصج اللحمه المفرومه بالظبط. طبعا احنا الهدف من اللي احنا بنعمله ده كله توفير في الوقت، علشان نسهل علينا يوم رمضان. وصدقوني كمان رمضان او غير رمضان احنا بنحتاج ليه حاجات تساعدنا من خلال اليوم، خاصة لو واحدة موظفة او مسؤولة عن اطفال صغيرين، فالحاجات دي كلها بتساعد الحقيقة.
الفراخ اهي بدأت تتشوح معايا وبتاخد وبدأت تاخد التسوية بتاعتها. هنزل عليها هنا بكيس مرقة فورية. خلي بالنا من الملح طبعا. كده حاطين كده حاطين شوية ملح صغيرين. كده خلاص الفراخ بتاعتي استوت. هطفي عليها النار بقى واسيبها تبرد خالص خالص، وبعدين نبدأ نشوف هنعمل فيها ايه. ودي حشوة الفراخ اللي احنا عملناها. بعد ما بردت حطيتها في اطباق فل، وبرده ما ننساش الكيس اللي تحت الاطباق الفل. قلنا زي ما احنا قلنا هتنفعنا في حاجات كتير. ممكن اعملها اللازانيا، ممكن اعملها لحشوات السمبوسك، السبرينج رولز، حشوات مثلا الجلاش، اي حاجه من الحاجات دي. الشيش طاووق هنقول مقدارنا عباره عن عندي معلقه كبيره من المستردة، معلقه كبيره من الكاتشب، عندي كعلبه زبادي، معلقه صغيره من الثوم، وعندي كمان ربع معلقه من الجنزبيل، عندي معلقه فلفل اسود، ومعلقه بهارات شيش، وشويه ملح، وعندي كمان شويه من الزعتر، وطبعا عندي خل، وعندي زيت. اول حاجه بقى هعملها هحط هنا على التتبيله دي شويه من الزيت، كمان شويه من الخل، واقلب التتبيله دي كويس جدا. التتبيله دي للشيش بتبقى حلوه جدا جدا، وريحتها حلوه قوي ونتيجتها جميله، وبتخلي الفراخ طريه وحلوه قوي. طبعا انا بعمل الشيش من الوراك عشان بتبقى طريه، ممكن كمان تعمل بصدور عادي يعني مفيش مشكله. كده كله تمام. هبدا بقى انزل هنا على الفراخ بتاعتي بالتتبيله، وهقلب التتبيله دي كويس جدا. كل التتبيلات اللي هنعملها النهارده لازم الفراخ نباتها في التتبيله لغايه الصبح، وبعدين نحطها في الفريزر، او ممكن نقعدها ساعتين 3 وبعد كده ندخلها في الفريزر. ما ينفعش تتبل وتدخل على طول. الشيش ده ممكن يتبل، ممكن يتسيخ عادي خالص في اسياخ من الخشب، و نعملها زي ما عملنا الشيش كباب كده بالظبط. بس انا يعني حبيت ان انا مش هسيخها النهارده، يعني احطها في علبه كده بس علشان ممكن نعمل ان شاء الله بيها حاجه مختلفه عن الشيش طاووق المشوي. ان شاء الله تكون حاجه مختلفه، فانا مش هسيخه وهسيبه زي ما هو كده. هجيب بقى علبه وابدا احط فيها الفراخ بتاعتي. هنزل بالفراخ كلها كده في العلبه، وما تنسوش بقى كل التتبيله الجميله دي ننزلها عليها. وزي ما قلت لكم ممكن العلب دي نبيتها في التلاجة لغايه الصبح، وبعدين نحطها في الفريزر، او نقعدها ساعتين 3 بره بتتبل كويس، وبعدين نحطها في الفريزر. هي الفراخ السويت اند ساور هنتبلها ان شاء الله عشان تبقى جاهزه معانا باذن الله. وبعد ما نخرجها هنبدا بقى نشتغل فيها ونعمل لها الصوص بتاعها. انا الفراخ دي قطع فراخ انا جايباها فلي، بس مش مكانش يعني ما خليتوش الفراخ يقطعها لي، وانا قطعتها بالطريقه دي اهي. معانا في تتبيلتنا التتبيله بسيطه جدا طبعا، علشان الصوص اللي هيتعمل هو اللي هيدي الطعم والنكهه، فهنتبلها تتبيله بسيطه جدا. عندي هنا دول حوالي نص كيلو من الفراخ، او حوالي كيلو الا ربع من الفراخ، من صدور الفراخ. هحط عليها رشة بسيطة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وعندي كمان هناخد معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. اول حاجة بقى هنعملها هننزل هنا الملح والفلفل، هنحط هنا معلقة من الصويا صوص،
كمان معلقة من الخل. هنقلبها بقى كده. ممكن نعمل منها كذا وصفة من الأكلات الآسيوية كده. تمام اهو. هنزل بقى بالتتبيلة دي والفراخ في العلبة. مجهزة علبة معايا اهي، وبرضو هسيبها تتبل قبل ما احطها في الفريزر. نفس الحكاية برضو مش قبل ساعتين 3 علشان ابدأ احطها في الفريزر اهو. فراخ البانيه دي فراخ انا بحب اقطعها بسميكة بالمنظر ده عشان تبقى حلوة. بعد ما تتحمر تبقى شكلها كده حلو، في حتة الفرخة تبقى كويسة يعني. عندي هنا في التتبيلة بصلاية مفرومة ناعم جدا. ممكن احط مية البصل، بس لما جربت البصل لما يكون ناعم كده مفيش اي مشكلة خالص فيها، جربوها تعجبكم جدا. عندي شوية من الزعتر الفريش. عندي كمان معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ربع معلقة من الجنزبيل البودر، نص معلقة من الثوم البودر، وملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. عندي كمان شوية من الخل، وعندي ليمون كمان. الزعتر انا مش مقطعاه قوي، انا يعني شايله بس الساق الكبيره دي وخليها كده علشان وانا باجي احط في البيض والبقسماط اقدر ان اشيله بسهوله يعني. تمام كده. عندي هنا الخلطه دي كلها هحط عليها عصير ليمون، واحط كمان خل حلو قوي بيفتح مسام الفراخ. اقلب كل ده مع بعضه. طبعا انا الفايدة من الفيديوهات دي هي ان احنا نعرف وصفات سواء كانت جديدة او مش جديدة، يعني تتبيلات نفيد بيها بعض ونقول حاجات ممكن تفيد حد، ممكن يعني نفكر حد بتتبيلة جديدة. لكن انا عاملة طبعا نسخ من كل حاجة، مش عاملة كميات يعني انا عاملة من كل حاجة نسخة. كل واحد حر في الكميات اللي يعملها، يعني اللي عايز يعمل فرخة 2 3 10 كل واحد براحته. بس انا كل الفايدة من الفيديوهات انا بعملها ان انا اقول لكم تتبيلات مختلفة، او يعني نظبط مع بعض كده شوية اكلات ممكن نكون ناسينها. واتبل بقى الفراخ دي كويس جدا. ونفس الكلام برضو لازم نسيبها شوية برا علشان قبل ما نحطها في التلاجة. كل التتبيلات هنسيبها 2 3 وبعدين ندخلها. ودي كانت نهاية فيديو بتاعنا النهاردة. عملنا مع بعض بعض من تتبيلات الفراخ. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش كمان تعملوا على الانستجرام والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.